زتونة اليوم يا برنسيسة الجميلات على الصحبة. هي ما اسمهاش صحبة، ما ينفعش تقال عليها صحبة بقى، هي يتقال عليها عقربة. اللي بتجيب لك عريس بيحبها عارفة انه بيحبها ومعجب بيها، بس هي ما بتحبوش، مش حاسة بيه، فجابتهولك، فانتي عبيطة وعلى نياتك شايفة ان دي جدعانة منها. حبيبتي جايبالي عريس، لا يا حبيبتي قلبي خالص، ده نوع من الخسة، على نوع من النقص، على نوع من الوطو. لان انا صاحبتي اجيب لها عريس بيحبني او معجب بيا، مش راكبه، مش منطقيه. وانا بقول لك الكلام ده حصلت كتير، مع حاجات كتير حصلت معانا شخصيا، بس الحمد لله ان هي ما كانتش صاحبتي، كنت هولع فيها بجاز. كانت صاحبه صاحبتي، والانكت انها كانت جايه معانا القعده، يعني قعدت معانا انا وهي وهو وصاحبه. وعايزه اقول لك على حاجه، انكت اتجوزته بعد كده ده نوع من الحقاره، على نوع من الخسه، على نوع من الوطو، على نوع من النقص. خدي بالك، هي عايزه تثبت لنفسها ان هو بيحبني انا، بس انا والله مش بحبك، فانا اجيب لك صاحبتي. بلح، دي حقيره قوي. فالحمد لله ما حصلتش معايا من واحده صاحبتي، الله اعلم، برضو الواحد ما يعرفش، برضو ممكن، بس ممكن يكون حصل بس انا ما اعرفش الواحد ما بقاش فيه حاجه مضمونه دلوقتي. فخلاصه الكلام يا برنسيسة الجمالات، لما تلاقي النوعيه دي من البنات او الستات، النوعيه الحقيره العقربه دي، اوعي تفرحي، اوعي تقولي دي جدعه، دي مش جدعانه خالص. ده نوع من ارضاء النفس النرجسيه، النقص اللي فيها. لان انا عمري ما اجيب لواحده صاحبتي عريس بيحبني او معجب بيا. على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ طب فرضا ان هو تمام وقبل بصاحبتي وعجبته لمجرد ان هي بنت كويسه، طب وبعدين اجوزه لصاحبتي وانا عارفه انه بيحبني انا؟ من انهي منطق؟ ف اوعي تفرحي بحاجه زي كده وتقولي عليها دي جدعه. ولو حصلت معاكي، ويا رب تكوني عارفه، ما تتغفليش بعد كده تبقي اصلا هي مش قايله لك، على طول دي تسكي عليها، تسكي عليها على طول. اسمعي مني، دي مش صاحبه. السلام عليكم.